قول ورايا كده: لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. تعالى بقى أقول لك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي يقول الذكر ده يحصل له ايه. بس قبل ما اقول لك هتخش تصلي على حبيبنا وشفيعنا في الكومنتات، وما تنساش اللايك الجميل بتاعك علشان الفيديو ينتشر واللي ما يعرفش يعرف وتاخد الاجر والثواب وتدل على الخير كفاعله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الذكر ده فوائده عظيمة جدا عند ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما على الارض احدا يقول لا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله الا كفرت عنه خطاياه. يعني ذنوبك كلها هتتغفر لك ولو كانت مثل زبد البحر. وزبد البحر ده بيكون الريم اللي على وش الموج، لا يعد ولا يحصى. تخيل بقى لو كانت ذنوبك مثل زبد البحر ده وانت قلت لا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله، مجرد ما تقول الذكر ده ربنا عز وجل هيمحي لك كل ذنوبك حتى لو كانت من الكبائر. فبالله عليك ما تبطلش الذكر ده وخليه دايما على لسانك، وصلي على حبيبنا وشفيعنا المصطفى.